انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالاً تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تؤول حضانة الطفلة عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. الله شدني اوضتي قوي. تعالى. الشنط الكبيره دي حطها في الاوضه الكبيره، ودول حطهم في اوضه شوشو. حاضر يا هاني. حاسس بتقع بس. مش عارف اقول لك ميرسي بقى ولا اقول لك ايه. ميرسي على ايه بس؟ اقعد انت زي الملك وانا هخش اعمل لك قهوه عشان تفضي دماغك من القرف اللي احنا شايفينه من الصبح. والله. انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي ولا لا؟ عارف. الخيانة حصلت من هنا. هنعرفه يا عم مخلوف، والله العظيم هنعرفه. يعني يخش بيتي ويبقى تلميذي ويبيعني؟ القاضي ما حكمش بحضانتها لابوها الا لما شاف الفيديو اللي شوشو بترقص فيه. طب وايه المشكله؟ دي مع امها وجدها. الكلام ده كان زمان يا زهرة، الدنيا دلوقتي اتغيرت. الواحد من دول يبقى فاسد ومرتشي وياكل مال النبي، لكن ما دام شايفينه بيصلي يبقى خلاص. بريء ومحترم. ايوه كده بقيتي زي القمر يا شوشو. بقيت كول. ايوه يا حبيبتي بقيتي كول، بس اعملي حسابك بقى يا كول ان احنا هنبدا خلاص دروس الباليه. بجد؟ ايوه طبعا بجد، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا حبيبتي؟ انت لسه ما جهزتيش ولا ايه؟ لا انا هاجي متاخره النهارده. روح انت وانا هبقى احصلك. غريبة يعني، مش متعود منك على كده. معلش بقى النهارده اكسبشن. خد شوشو معاك ركبها الوظف بتاعها. حبيبتي بجد ميرسي على كل حاجة بتعمليها عشاني. انت عارف ان انت اكتر حاجه بحبها في حياتي ولا لا؟ عارف. يلا يا شوشو. الو. ايه رجب، هات مراتك واطلع لي حالا. يلا بسرعه.
حبيبتي الساعة بقت 4. هتفرق ايه يا بابا 4 ولا 5؟ اصحي بقى على اعمل لك نسكافيه ولقمة تاكليها. مفيش داعي تتعب نفسك. تعبك راحة يا حبيبتي. ارتاح من ايه؟ وانا ورايا حاجة؟ ولا شو هترجع من المدرسة ولا هذاكر لها لا ولا هأكلها؟ لا، ما بحبش النغمة دي. مش دي جميلة بنتي؟ جميلة خالص. خلاص ايه بس؟ كنت عملت زيك كده مع البلاوي اللي انا شفتها، كان زماني مت من زمان. بعد الشر عليك، بعد الشر. يلا يا حبيبتي، يلا قومي خدي دش، على بال بقى ما اعمل لك نسكافيه واحطهولك على النيل في الشمس اللي قربت تغيب دي، قاعده ملوك ما تلاقيهاش اللي عند مخلوف القانونجي. الو. ايوه دكتور عبد الله، في شركه جديده بتاعه توريدات اسمها الكي، ممكن تشوف لي مقرها فين او مين مندوب بتاعها؟ ويا ريت بقى لو صوره من السجل التجاري بتاع الشركه او الضريبي، اي حاجه. وبعدين بقى دي طلعت تبع هيئه الاستثمار، اكيد ليك هناك حد يعرف لنا الشركه دي باسم مين بالظبط. مش هينفع نسيب البنت الليلة كده. يعني ايه نسيبها؟ دي برضه لحمكم ودمكم، وانتوا عارفين السواد اللي ما بين ليلى وجميلة. عندك حق، بس ليلى بتحب شوشو. هي ليلى دي بتعرف تحب اصلا؟ ولا انت ليك رأي تاني؟ خلينا في شوشو. هتعملها احسن معامله. ليلى مش غبيه عشان تعملها وحش وتعدي هشام. انت ما بتاكليش. مش عارفة، نفسي مسدودة قوي. عندك برد ولا ايه؟ جايز، حاسة اني عايزة ارجع. ايه نامت؟ اخيرا. على فكره البنت دي مامتها كانت مدلعاها قوي، مش ممكن. هتمدلعها ايه بس؟ دي كانت شد عليها طول الوقت. انت فاكر الشده دي ايه يعني؟ حاجه حلوه؟ التربيه ما فيهاش كده خالص. وقت الشخط شخط، وقت اللعب لعب، وقت الجد جد. دي يا جد انت، هي مش نامت وخلاص. لا ما ترديش. لا ده بابا. ايه؟ الو. معلش حبيبتي انا اسف، اضطريت اكلمك في وقت متاخر. لا طبعا ما يهمكش، اتكلم اي وقت. متاخر ايه بس؟ اتكلم في اي وقت. انت كويس؟ انا تمام يا روحي، بس في خبر حلو قوي ما قدرتش اجله. خير، اتفضل. انا قدرت اتواصل مع سفاره فرنسا، وحصل بالظبط زي اللي حصل مع سفاره ايطاليا بالنسبه لموضوع المستشفى بتاعتك. بجد؟ ربنا يخليك يا بابا، ميرسي. هشام اهو سامعك، سلم عليه. مساء الخير يا سعاده السفير. سوي النبي يا عم، ربنا يخليك، انت ما عندكش اخوات، ربنا يخليك. سلطان، ده انا اختك. مين؟ ده انا اختك. ده انا اختك مين؟ يا سلطان انا اختك سحر. امال مين الرجاله اللي واقفين هنا دي؟ رجالة ايه بس يا سلطان؟ مفيش حد، احنا في بيتنا. انا جيت بيتنا. امال ايه؟